السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم عن ايه النهارده؟ مش هضيع لك وقتك. هنحل النهارده باذن الله في اول جزء من الفيديو على الدرس السابع اللي هو التنفس الخلوي بقى وانشطار الجلوكوز والكلام ده، نتدرب اكتر عليه. وهنحل برضه اختبار عام على المنهج كله. ركز كده يلا معايا، مش هضيع لك وقتك. نشوف هنتكلم عن ايه. اول سؤال هنحله بيقول لك كيف يتم تحويل جزيء الاي دي بي الى جزيء اي تي بي. انا معايا يا عم اي دي بي اهو، عايز احول الاي دي بي ده واخليه اي تي بي. ده ما كانش بيحصل غير ما لازم يتحد بمجموعه فوسفات عشان نقدر نكون الاي تي بي. ولو فاكر الخطوه دي كنا بنقول عليها تخزين للطاقه. طيب هو عايز هنختار ايه بقى؟ بتكسير؟ لا طبعا اكيد مش بتكسير، اكيد احنا هنكون رابطه جديده. بتكوين رابطه بين مجموعتي فوسفات، ماشي، بين مجموعتي فوسفات ماشي، مع انطلاق طاقه ولا في وجود طاقه؟ لا، في وجود طاقه. محتاجين طاقه عشان نكون الرابطه فنقدر نبني الاي تي بي الجديد. يبقى الاختيار ده بالنسبه لنا. انما العكس بقى هو اللي بيحرر طاقه، هو اللي بيخلي الطاقه تنطلق. 138 اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لك في رقم 1 أي مما لا يتطلب وجوده لكي تبدأ عملية انشطار الجلوكوز. اتفقنا يا جماعة كذا مرة ان انشطار الجلوكوز عشان يبدأ محتاج جزيئين من الاي تي بي. أول جزيء اللي كان بيستخدم ما بين جلوكوز وجلوكوز 6 فوسفات، وتاني جزيء ما بين الفركتوز 6 فوسفات وفركتوز 1 و6 ثنائي فوسفات. يبقى طبعا 2 جزيء من الاي تي بي. أي الأحماض التالية تكون في دورة كريبس من الحمض السابق له دون حدوث عملية اختزال لمرافقات الإنزيم. يعني مين الحمض اللي بيتكون من اللي قبله والسهم مش مكتوب عليه ولا ناد ولا فات؟ ده القصد من السؤال هنا. فأكيد طبعا هيبقى حمض الستريك. ليه؟ لأن حمض الستريك لو فاكر كان بيبقى متكون من الأوكزالو. لما كان الأوكزالو أسيتيك ده بيتحد مع الأسيتايل فيقوموا مكونين ستريك، واللي كان مكتوب عندك بس خروج مرافق الانزيم ايه، اما ما كانش بيختزل ولا ناد ولا فات، يبقى الستريك تمام. 139 بيقول لك اذ لم تتحرر الطاقه اللي متخزنه من مرافقات الانزيم اللي هم الناد والفات اثناء سلسله نقل الالكترون، كم يكون عدد جزيئات الاي تي بي الناتجه عن اكسده جزيء واحد من الجلوكوز هوائيا. يعني مش عايزك تحسب ولا الناد ولا الفات، يعني انت كده مش هتحسب الطاقه الغير مباشره، انا هحسب بس الطاقه المباشره. كان عندي في انشطار الجلوكوز 2، وكان عندي في دورة كريبس جزيء، بس بما انها بتلف مرتين يبقى 2، يبقى كده الاجمالي 4. فين بقى 4 جزيئات؟ اهي يا عم. 140 بيقول لك اثناء انشطار الجلوكوز يتكون سكر الفركتوز 6 فوسفات من مين؟ افتكر كده، جلوكوز 6 فوسفات وبعدين فركتوز 6 فوسفات. فلما نيجي نرجع بالخطوه دي تاني، فركتوز 6 فوسفات اللي كان قبله جلوكوز 6 فوسفات، هي فين؟ اهي. 141 من المواد التي لا يمكنها توفير طاقه للخليه. حاجه عندنا هنا مش هتوفر طاقه. الكربوهيدرات والبروتينات لا بتوفر طبعا. الكربوهيدرات جلوكوز، والبروتينات لما كان بيتحول لاحماض امينيه وتلتحق بدورة كريبس في صوره اسيتايل. البروتينات قلنا لا. الدهون برضه بتدينا طاقه لما كانت بتتحول لاحماض دهنيه برضه وتلتحق بدورة كريبس في صوره اسيتايل. اما اللي مش هيدينا طاقه الميه والاملاح. 142 وفقا لما درستها يمكن ان تحدث العمليه س اثناء اكسده الجلوكوز امتى؟ ما احنا نشوف ايه العمليه س. العمليه س ان كان ادينوزين ثلاثي الفوسفات اللي هو اي تي بي يعني، وكسرنا رابطه فبقى اسمه اي دي بي ومجموعه فوسفات. كده انت كسرت رابطه، يبقى انت كده عملت يا عم تحرير للطاقه. اما العكس بالنسبه لك انت كده عملت تخزين للطاقه. صار بيسأل عن س، حررت طاقه يعني استخدمت الاي تي بي في السيتوبلازم. تنفع، كنا بنستخدم 2 في السيتوبلازم في انشطار الجلوكوز. اثناء دورة كريبس ما كناش بنستخدم، كنا بننتج 1 اي تي بي. بين غشائي الميتوكوندريا اللي هي المرحله اللي كنا بنقول عليها ما قبل دورة كريبس، دي برضه ملكات بتنتج ولا بتستهلك اي تي بي. عند تحويل الجلوكوز 1 و6 ثنائي فوسفات الى بيجال، مفيش اصلا جلوكوز 1 و6 ثنائي فوسفات، ده كان اسمه فركتوز 1 و6 ثنائي فوسفات، وده برضه كنا بننتج اي تي بي ما كناش بنستهلك. يبقى الاستهلاك هيبقى في السيتوبلازم، يعني في الجزء الغرادي اللي هو السيتوسول، يعني انشطار الجلوكوز اللي كنا بنستهلك فيه 2 اي تي بي.
143 بيقول لك ما عدا الجزيئات ثاني اكسيد الكربون اللي بتتصاعد اثناء دوره كريبس واحده، طبعا كانت دي مباشره، كان عندي 2 CO2 بيخرجوا في دوره كريبس الواحده، يبقى 2 اهي. مصدر الطاقه المخزنه في جزيئات الاي تي بي اثناء عمليه التنفس الخلوي هي الرابط بين ذرات ايه؟ بيقول لك التنفس الخلوي كنا بنبدا في التنفس الخلوي بايه؟ بجلوكوز طبعا اللي هو اشهر مثال اهو. 145 وفقا لما درسته اثناء التنفس الخلوي عدد انواع المركبات التي تعتبر مصدر للاسيتايل. لو فاكر يا جماعه في دوره الكريبس كنا بنقول الاسيتايل ممكن يا اما يجي من البيروفيك او الاحماض الامينيه او الاحماض الدهنيه، فكان كده المصدر 3 حاجات: بيروفيك اللي هو اساسه جلوكوز يعني كربوهيدرات، احماض امينيه اساسه بروتينات، احماض دهنيه اساسه دهون، يبقى كده 3. 146 بيقول لي في 146 اثناء الاكسده. مصطفى ما تزغلناش يا مصطفى. اتفضل يا مصطفى. اتفضل يا مصطفى. يا دور معظم عم مصطفى الزبوني رايح ايه عمال ايه يجيب في قهوه والكلام ده وسيبنا نعمل اشرح. ماشي. كنا بنقول 146 اثناء الاكسده الكامله لجزيء الجلوكوز عدد الالكترونات اللي هتتحمل لسلسله نقل الالكترون بواسطه مرافقات الانزيم الناد اتش. خدنا ملحوظه في اخر حصه، مش في اخر فيديو، في اخر حصه عندنا في المقال العادي، قلنا ان سواء الناد او الفاد اي حد فيهم بيشيل الكترونين، الناد او الفاد اي حد بيشيل الكترونين، فانا بيبقى لي دلوقتي اعرف هم كام ناد واضرب في 2 يبقى انا جبت الاختيار. هم كام ناد بقى؟ تعالوا نفكر سوا. كان عندي في انشطار الجلوكوز 2 ناد، ما قبل دوره الكريبس 2 ناد، دوره الكريبس 3 ناد بس بما انها بتلف مرتين يبقى 6، يبقى كده الاجمالي 10 من الناد اتش، كل واحد بيخرج الكترونين يبقى 10 في 2 ب 20. الغاز الذي يتم تجميعه هو لو بصيت بنفسك كده هتلاقي فيه خميره محلول سكري، يعني التخمر الكحولي بتاع الخميره كان بيخرج طبعا غاز ثاني اكسيد الكربون يبقى CO2. استاذ انا حاسسك مستسهل الموضوع، انا قلت لك قبل كده سواء انا او الناس الملتزمه اللي عامله عليهم من اول الترم او اللي شدت حيلها حتى مؤخرا، يا عم مش ما تفكرش ان الدنيا خلاص وقعت، لا شد حيلك وربنا يكرمك، هتلاقي ان الموضوع سهل شرط انك مستعد للحل كويس، مش فكره ان انا يلا انا هحل كده في فضل صدرك، لازم اكون مستعد كويس، اكيد هتلاقي الموضوع سهل يعني. 148 كم عدد جزيئات الاي تي بي نتيجه بطريقه غير مباشره، غير مباشره يعني نادوفات، انت تحول جزيء واحد من البيروفيك الى مجموعه اسيتايل، هم كانوا في المذاكره عندك 2 بيروفيك بيتحولوا ل 2 اسيتايل، فكان بيطلع 2 ناد، فلما يبقى واحد بيروفيك يتحول لواحد اسيتايل يبقى واحد ناد بس، والناد ده كان بيدي كام اي تي بي؟ 3 اي تي بي، يبقى الاختيار 3. 149 بقول لك إذ لم تتحرر الطاقة المختزنة من مرافقات الإنزيمات أثناء سلسلة نقل الإلكترون، يعني أنت ما حررتش الطاقة ولا من الناد ولا من الفات. كم يكون عدد جزيئات الاي تي بي الناتجة عن أكسدة جزيء واحد من الجلوكوز هوائيا، يبقى أنت كده مش هتحسب ولا الناد ولا الفات، يعني مش هتحسب الطاقة الغير مباشرة، هتحسب المباشرة بس. الاي تي بي كان طالع معانا إيه يا عم؟ حلين نفس الفكرة من كام سؤال على فكرة. كان معانا 2 في انشطار الجلوكوز، وكان عندك في دورة الكريبس بيطلع 1، بس بما ان دورة الكريبس بتلف مرتين يبقوا 2 و2 4، يبقى 4 جزيئات. 150 بيقول لك كم عدد الالكترونات المنزوعة من جزيء جلوكوز واحد والتي تساهم بهبوطها من مستوى اعلى في الطاقة الى مستوى اقل في الطاقة في انتاج جزيئات الاي تي بي خلال سلسلة نقل الالكترون. احنا لسه حاسبين ان احنا كان عندنا 10 من الناد اتش. افكرك تاني لاخواتنا اللي بتسرح، كان معانا 2 ناد اتش في انشطار الجلوكوز و2 فيما قبل دورة الكريبس، يبقى كده الاجمالي 4، ودورة الكريبس كان بيطلع فيها 3 وبتلف مرتين يبقى 6 مع ال4 يبقوا 10. اما الفاد واحد بس في ايه؟ في دورة الكريبس وبيلف مرتين يبقى 2 فاد، يبقى انا كده معايا 10 ناد ومعايا 2 من الفاد H2. واستفدنا من الملحوظه اللي مش عارفها، قلنا كل واحد فيهم بيبقى شايل الكترونين، يبقى هنا ال10 دول في 2 فيساووا 20 الكترون، وهنا الاثنين دول برضه في 2 فيساووا 4 الكترونات، يبقى التوتال معاك 24 اهي. 151 المركب اللي بيستخدم في التنفس الهوائي واللاهوائي، الناد بي لا ده كان اصلا تبع التفاعلات الضوئيه وبيتحول بعد كده لما بيبقى ناد بي اتش 2 يروح للضوء الضوئيه، ملوش علاقه عندنا. الناد الموجب تنفع بيستخدم في الهواء بيحصل له اختزال ويتحول لناد اتش، ويرجع في اللاهوائي يحصل له اكسده عشان يدي الهيدروجين بتاعه للبيروفيك فيتحول للاكتيك، تنفع. طب الكوينزايم ايه؟ لا في الهوائي بس. طب الفاد في الهوائي بس، يبقى اللي ينفع معانا الناد الموجب. 152 انشطار الجلوكوز الى 2 جزيء حمض بيروفيك في التنفس الهوائي نوعا عن اللاهوائي. مش مختلف يا عم، ما احنا قلنا يا اخوانا ان التنفس الهوائي واللاهوائي الاثنين كده كده بيبداوا بعمليه انشطار الجلوكوز، فبيتكون فيهم 2 جزيء حمض بيروفيك عادي خالص، مفيش اختلاف. 153 مقدار الطاقة المخزنة بمول واحد من الجزيء المعبر عنه بالصورة يمكن أن تساوي كم سعر حراري بي؟ ما الجزيء ده يا عم كان الاي تي بي. افتكر كده معايا التركيب بالمرة، دول 3 مجموعات ايه؟ ها؟
فوسفات تمام، وده كان الريبوز، وده كانت الادينين. كانوا كام سعر حراري؟ كان من 7 ل 12، فانا عايز حاجه في الرينج ده يبقى 10 تمام. 154 الرسم البياني المقابل يوضح معدل التنفس للاعبة شاركت في الجري قبل واثناء وبعد السباق عند اي نقطة تحتوي خلايا جسمها على اعلى كميات حمض اللاكتيك. ما احنا اتفقنا يا اخوانا ان حمض اللاكتيك بتزيد لما انت تعمل مجهود بزياده، فاكيد مش في بدايه الجري وبتجري لسه في البدايه وبدايه السباق، اكيد لا، اكيد مش في نص السباق، اكيد في نهايه السباق، يبقى انت تعبان بقى خالص في نهايه السباق. تعال ندور كده، بدايته اكيد لا، ده لسه بتبدا. في نص السباق الناس اللي عايزه تختار 2 لا، نهايه السباق بقى يبقى هنا، يبقى المرحله 3 هنا اهي. استاذ ثواني، ما 2 زي 3؟ لا يا ريس، 2 زي 3 في معدل التنفس. يعني هي فضلت تجري وصلت لمرحله ان هي خلاص بتنهج وبتعمل معدل تنفس معين، مش قادره تجري ولا تتنفس بزياده، بس حمض اللاكتيك عمال يتراكم طالما لسه عماله تجري، يبقى الاختيار 3. 154 كده تاني مره، بس سؤال مختلف طبعا، الرقم متكرر مرتين. إذا علمت أن أحد العلماء أجرى 3 تجارب س وص وعين بعد مجموعة من الأكواب كما هو موضح بالصورة المقابلة في كميات متساوية من الماء البارد. ليه الماء البارد؟ لأن التفاعل بيسخن، فلازم نبرد التفاعل اللي بيسخن ده عشان بس الدنيا ما تبص فيه. المهم، التجربة أو التجارب التي لا يتصاعد فيها غاز CO2، هنا حطت خميرة بس، يبقى هنا مش هيتصاعد CO2، لأن عشان يتصاعد CO2 كان لازم يحصل التخمر الكحولي. التخمر الكحولي كنا محتاجين خميرة، وكان لازم مصدر للجلوكوز، سكر، عسل، اي مصدر للجلوكوز. طيب ايه كمان؟ صار خميره وماء دافئ ومفيش مصدر للجلوكوز، يبقى هنا برضه مش هيتصاعد ثاني اكسيد الكربون. اما هنا في خميره وفي ماء دافئ وفي محلول سكري، يعني توافرت كل العوامل، يبقى هنا هيتصاعد. انا عايز اللي مش هيتصاعد، يبقى س وصاد، يبقى الاختيار دي. ده كده بالنسبة لشوية حل كده على السريع في الدرس السابع اللي هو بتاع التنفس. يلا بينا كده نشوف الحل بتاع النموذج اللي هو كان النموذج 4 في النماذج العامة على المنهج. تعال نشوف كده عم. خش على السؤال رقم 1. يلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشكل المقابل يوضح قطاع تخطيطي في ساق نبات ذي فلقتين، أي الأنسجة المشار إليها ينتقل فيه السكر. تعال نشوف المعطيات بتاعنا الأول. 1 هي مش واضحة معاك قوي، بس 1 المفروض مشاور لجوه كده سنة، يبقى مش البشرة، يبقى كده القشرة. وبعدين بي كده ناحية بره، يبقى اللحاء طالما في الساق. س ناحية جوه يبقى الخشب. الدي في النص يبقى النخاع. مصطفى قبل ما اكمل هو اللون ده باين ولا ايه؟ زي الفل. المهم هو عايز ايه؟ عايز اللي بينقل السكر، اللي بينقل السكر دوت اللحاء. فين يا عم اللحاء؟ اهو، يبقى الاختيار بي. انا عايزك تركز معايا، بنفسر كل كلمه اهو، كل معطى جه منين، عشان اجي اسالك بعد كده في الحصه اللي بعدها تبقى انت بصمجي، مبصمج لي الاجابه وخلاص، ماليش فيها يا ريس. تقعد بقى تصيح على الاستوديوهات تقول لك ما انا بجاوب صح، هو انا لازم افسر؟ يا ريس لازم تفسر، لانك مش بصمجي، انت فاهم الاجابه جت منين، فسر لي بطريقتك وقول لي هي جت منين بطريقتك. فابوس ايديكم معلش، بلاش بصمجه، افهم الفكره جت منين، ولما اجي اسالك اهم من انك تقول لي اجابه صح، تدردش معايا كده وتقول لي الاجابه جت منين بطريقتك وبالبلدي عادي. تمام؟ هنشوف. 2 أي مما يلي يتواجد في الدم الذي تحمله تفرعات الشريان الرئوي داخل الرئة. امسك الشريان الرئوي، كان دم غير مؤكسج. نجرب. نسبة عالية من الفضلات؟ لا. نسبة أعلى من الأكسجين وأقل من ثاني أكسيد كربون؟ لا، ده شريان رئوي فيه ثاني أكسيد كربون. أهي نسبة أعلى من CO2 أقل من الأكسجين، مظبوط، لأن الشريان الرئوي ده الشريان الوحيد اللي بيشيل دم غير مؤكسج. وجه الاختلاف بين آلية البناء الضوئي في كل من النباتات الخضراء وبكتيريا الكبريت الأرجوانية. عايز وجه اختلاف. مصدر الكربون اللازم لتكوين الجلوكوز؟ لا، لأن الاثنين بيستخدموا ثاني أكسيد كربون. مصدر الهيدروجين اللازم لاختزال CO2 في كل منهما؟ تنفع، لأن الهيدروجين اللي لازم لاختزال CO2 في النباتات الخضراء كانت المية H2O، أما في بكتيريا الكبريت كان كبريتيت الهيدروجين H2S، يبقى الاختيار ب ينفع. 4 بيقول لك يشكو بعض مرضى الجهاز الهضمي بما يسمى ارتجاع المريء، والذي يسبب التهاب شديد في المريء
في أي الأجزاء بالشكل المقابل يحدث خلل يتسبب في ذلك. ارتجاع المريء يا جماعة يعني معناه إن رقم 2 دي اللي هي فتحة الفؤاد فيها مشكلة، فمش قادرة إن هي تقفل قوي، وبناء على كده العصارة بتاعة المعدة اللي تحت ساعات بتطلع فوق، فلما تطلع فوق كده تدي التهابات للمريء عندك، فانت تحس ان انت ايه، نار طالعه يا استاذ كده. بالنسبه لي هو ده كده، انت عندك التهاب في المريء بقى ايه، من الاكل بقى الحادق والحراق والحاجات السخنه قوي والاندومي والحاجات المقرفه دي كلها، لو قللت منها الدنيا هتظبط المفروض. المهم المعطيات اللي عندنا طبعا: 1 ده المريء، 2 فتحه الفؤاد، 3 عضلات المعده، 4 فتحه البواب. طالما عنده مشكله وارتجاع في المريء يبقى في مشكله في فتحه الفؤاد اللي بتفصل ما بين المريء والمعده، يبقى الاختيار 2. أي الصمامات التالية تحدد مسار الدم المحتوى على نسبة من مادة الأوكسي هيموجلوبين؟ أنهي صمامات يا عم؟ ما هو أنت لو مذاكر الدورات الدموية كويس هتعرف إن الدم المؤكسج بيجي عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة، فيصب في الأذين الأيسر. حلو، الأذين الأيسر ينزل لك الدم ده للبطين الأيسر، فيعدي على الصمام الأيسر ثنائي الشرفات. فأنا عايز الصمام الأيسر ثنائي الشرفات اللي هو المترالي، فين يا عم؟ أهو أو أهو أو أهو. إيه ده يا أستاذ، ده كل ده ينفع؟ اصبر بس على رزقك. ينزل الدم للبطين الايسر، يوم البطين الايسر ينقبض فيضخ لك الدم داخل الشريان الاورطه، يبقى كمان الصمام الاورطه. لا تنفع. لا، يبقى الاختيار ب تمام. سؤال 6 بيقول لك: ايه المواد الاتيه لا تنتقل عبر جهاز النقل في النبات؟ حاجه حجمها كبير وتقيله فجهاز النقل سواء الخشب او اللحاء مش هيعرف ينقلها. ميه بتتنقل عادي في الخشب، جلوكوز بيتنقل عادي في اللحاء، مغنيسيوم الام جي بيتنقل عادي كاملاح معدنيه عن طريق الخشب. يبقى السليلوز تمام لان حجمه كبير وحاجه تقيله مش هينفع يتنقل، ده بيكون الجدار الخلوي. 7 بيقول لك: اي ممال يعطي اعلى ضغط للدم في الشريان الاورطه؟ انقباض للاذين الايمن. انقباض الاذين معناه انبساط للبطين، مستحيل. انقباض الاذين نفس الفكره. انقباض للبطين الايمن تنفع، لان انقباض البطين الايمن بيحصل في نفس الوقت انقباض للبطين الايسر، فتختارها وتجري تحل اللي بعده فتطلع غلط. ليه يا عم؟ لانك ما قراتش دال، ودال فيها حاجه اصح اللي هو انقباض للبطين الايسر، ما هو جايب لك تحديدا اهو، فاختار تحديدا احسن. سؤال 8: يحتوي جسم الانسان على مجموعه من السوائل اللي بيختلف تركيبها؟ اي الاختيارات بالجدول المقابل تعبر عن محتويات بلازما الدم. بلازما الدم فيها ميه؟ طبعا. فيها يوريا وفضلات؟ اكيد. فيها اجسام مضاده برضه؟ فانا عايز اختيار كله صح اهو، والاختيار ج تمام. سؤال 9: في ضوء ما درست اي مما يعد التشابه ما بين نبات الذره ونبات العلوم؟ طبعا نبات الذره ذات التغذيه، اما نبات العلوم غير ذات التغذيه ومتطفل. القيام بالبناء الضوئي؟ لا، الذره بيعمل كده، الهلوك لا. تثبيت CO2؟ الذره بيعمل كده لانه ذات التغذيه، الهلوك لا. تحويل المواد منخفضة الطاقة لمواد عالية الطاقة؟ نفس التفسير، الذرة بيعمل كده لأنه ذات التغذية، الهلوك لا. تحويل المواد العضوية لمواد غير عضوية؟ تنفع ليه؟ أنا اتفقت معاك بقى إن أي كائن حي مهما كان هو مين لازم بيعمل عملية أكسدة لجزيئات الجلوكوز. أكسدة جزيئات الجلوكوز دي إنك تستخدم الجلوكوز أقول له C6H12 و6 زائد 6 O2، ده جزيء عضوي أهو، تقوم محوله إلى 6 CO2 6 H2O 38 جزيء ATP، فانت كده حولت الجلوكوز اللي هو جزيء عضوي لجزيئات غير عضويه اللي هو طبعا الميه وثاني اكسيد الكربون. سؤال 10: اي النباتات التاليه تتوقع ان ينعدم فيها حدوث الضغط الجذري؟ كنا متفقين على المثال المباشر ده ان هو كان الصنوبر، لان الصنوبر من معارضات البذور. معارضات البذور لما جم يقطعوا كده بالقرب من سطح التربه ما لقوش نقط ميه بتطلع على حاجه. سؤال 11: ما الذي يحدث لحمض الكيتو جلوتاريك عند تحوله الى حمض السكسينيك خلال عمليه التنفس الخلوي؟ الحته دي يا جماعه لما كان بيبقى كيتو جلوتاريك ويقوم متحول الى السكسينيك، كان بيبقى موجود عندك ان الكيتو جلوتاريك خماسي الكربون والسكسينيك رباعي الكربون. طالما فقدنا كربون افتكر كده بنفقد معاها ثاني اكسيد الكربون، وطالما في ثاني اكسيد الكربون يبقى في على طول واحد ناد. مظبوط، اللي قال فاكر كويس، واللي ما قالش انت كده على الله ان شاء الله. ناد موجب بيتحول لناد اتش، ده اللي حصل. عايز ايه بقى؟ يفقد الكترونات؟ بيفقد الكترونات اللي بنديها للناد، تنفع. يستهلك ATP ولا بيستهلك ولا بينتج؟ يستهلك ثاني اكسيد كربون؟ لا ده بينتج.
يتحد مع الاكسجين ما كانش بيتحد ولا حاجه، لان الاكسده في ظهر الكليبس كانت بتحصل بفقد الالكترونات. يبقى الاختيار مظبوط الف. 12 بيقول لك يا مما لا يتعارض حاجه غلط مع تفاعلات انشطار الجلوكوز والتفاعلات اللي بتحصل في الستروما. الستروما يعني التفاعلات اللا ضوئيه. لا تتم اي منهما على خطوه واحده. لا، الكلام ده صح، لان فعلا انشطار الجلوكوز كذا خطوه. جلوكوز بقى وجلوكوز 6 فوسفات وفركتوز 6 فوسفات وفركتوز 1 و6 ثنائي فوسفات و2 جزيء بجال و2 جزيء بيروفيك، كذا خطوه اهو. طيب التفاعلات اللا ضوئيه كذا خطوه لما بيجي بقى ثاني اكسيد الكربون بيحصل له اختزال بواسطه الهيدروجين المحمول على النات بي بمساعده الطاقه اللي في الاي تي بي، ويقوم يكون لك بقى ايه بعد كده؟ يكون لك البجال الاول، وبعد البجال يكون كربوهيدرات، كذا خطوه برضه. طيب تكوين مركب البجال في كل منهما بيتكون احنا لسه مفتكرينهم اهو، البجال او الفسفوجليسرالدهيد بيتكون هنا وهنا. تحتاج كل منهما الطاقه بنحتاج 2 اي تي بي في انشطار الجلوكوز، وبنحتاج برضه الاي تي بي اللازم لاختزال سي او 2. ينطلق عن كل منهما سي او 2. دي اللي غلط، لان التفاعلات اللي هي اللا ضوئيه ما بتطلعش ثاني اكسيد الكربون، ده بتستخدمه. وانشطار الجلوكوز ولا بيطلع ولا بيستخدم، فدي الوحيده اللي غلط عنهم فعلا. 13 اي مما يمثل مادتي تفاعل الانزيم ا وب على الترتيب. السؤال ده طبعا فكره اللي هو ايه؟ اللي معاش طفولته ده اللي هيحله غلط، انما اللي عاش طفولته بقى والعاب البازل والقصص دي هيحلها صح. كمل الشكل بتاع ا. اخونا البصمجي اللي هيقول لي صاد يا استاذ، بصمجي طبعا اهو يا عم، الحته دي اهو هتكمل مع دي، يبقى ا مع س. طب ب جزء الدايره ده مع مين؟ مع جزء الدايره ده مع عين. لو انت بصمجي خالص بقى ومش جايبها، كمل الشكل نفسه. انا بص، كمل دي كده شبه حد فيهم، لا كمل دي كده اهو بالشكل ده اهو شبه حد فيهم، لا كمل دي برضه كده شبه حد كمل دي كده شبه حد يبقى س وعين، ايا كان بقى بمجرد النظر او تكملها اللي يعجبك، يبقى س وعين تمام. سؤال 14 اي الرسومات البيانيه التاليه تعبر عن كفاءه عمل الحويصلات الهوائيه في الرئتين. ما هو الحويصلات الهوائيه المفروض الجدار بتاعها رؤيه لسهوله تبادل الغازات. اول ما سمك الجدار بتاع الحويصلات يزيد تقل الكفاءه، لان احنا محتاجين الجدار رؤيه، طالما زاد يبقى تقل الكفاءه على امتصاص الغازات. يبقى تقل فين؟ اهي يا عم. اي مما يلي يحدث عند وضع خلايا نباتيه في محلول ملح درجه حرارته 90. 90 دي يعني درجه حراره عاليه، يبقى الخليه النباتيه هتموت. لما كانت بتموت كانت بتتوقف كل حاجه باستثناء حاجتين، حاول تفتكر كده الاول. الانتشار للاملاح والتشرب للماء. الانتشار للاملاح والتشرب للماء، هما فين يا عم؟ حاجه منهم اهي، الانتشار للاملاح. السؤال اللي بعده، ما النتيجه المترتبه على وجود طبقه الكامبيوم في تركيب ساق نبات ذو فلقتين؟ دي اللي كانت بتنقسم وتكون لحاء ثانويا جهه الخارج او خشبا ثانويا جهه الداخل. زياده معدل النقل تنفع عشان بيكون خشب ولحاء. اتساع تجويف الخشب الثانوي يعني يخلي الخشب من جوه يوسع؟ لا طبعا، ده لو وسع الدنيا تبوظ، مش هتتحقق الخاصيه الشعريه اكيد لا. نقص الدعامه لا هتزيد عشان بيعمل خشب والخشب بيدي دعامه. زياده طول انابيب اللحاء هو مش بيزود الطول، هو بيزود السمك. امال ايه اللي بيزود الطول؟ النمو العادي الطبيعي بتاع خلايا اللحاء او بتاع الخلايا بتاع الخشب عموما. اما الكامبيوم بيزود السمك. يبقى الاختيار ا تمام، بيزود معدل النقل عشان بيعمل خشب ولحاء جداد فينقلهم. 17 اي الانابيب المقابله يحدث بها هضم كلي عند اضعاف حمام مائي درجه حرارته 37. حمام مائي طبعا يعني كانها حله بيغلي فيها ميه يعني، بس درجه الحراره 37 مش بتغلي، مش 100 يعني، بس انا عايز هضم كلي. اميليز ميه نشا، الاميليز هيهضم النشا فيحولوا لك لسكر ثنائي هو المالتوز. كنا محتاجين هنا لسه انزيم المالتيز عشان يكمل الهضم الكلي، مش هينفع دي. دهون وميه وانزيم لايبيز وعصاره صفراويه. العصاره الصفراويه هتحول الدهون لمستحلب دهني، وبعدين اللايبيز يستلم المستحلب الدهني ويحولوا لك لاحماض دهنيه وجليسرين، تنفع. هنا لا، ده ناقص من عندنا اللايبيز، مش زي اختها رقم 2 ما تنفعش، يبقى 2 فقط هي اللي هتنفع معانا اهي. 18
الشكل المقابل يوضح التقاء وريدين معا، أي من مال يوضح مسار اتجاه الدم الوريدي. بص يا عم على اتجاه الصمام، اتجاه الصمام ماشي كده اهو، يبقى كده أو كده، يعني من ج إلى أ ومن ب إلى أ برضه. فين الاختيار ده؟ من ج إلى أ ومن ب إلى أ، يبقى الاختيار ده تمام. 19 من النسيج المسؤول عن التهوية فورك النبات بصورة أساسية. ده كان طبعا وظيفة مباشرة للنسيج المتوسط، تحديدا الأمادي ولا الإسفنجي؟ الإسفنجي اللي كان بيكون من خلايا برانشيمية غير منتظمة الشكل فيما بينها مسافات بينية فبتعمل تهوية، يبقى الإسفنجي تمام. فين الإسفنجي اهو. كم عدد جزيئات الاي تي بي الناتجة بطريقة مباشرة من دورة كريبس بدءا من جزيء مالتوز؟ ما هي دورة كريبس الواحدة بتطلع واحد اي تي بي مباشر، بس الفكرة هنا في ايه؟ ان المالتوز عندك بيتكون من 2 جلوكوز، جلوكوز وجلوكوز، والجلوكوز الواحد، الجزيء جلوكوز الواحد يعني بما انه بيديني 2 جزيء حمض البيروفيك فكده بيلف كريبس مرتين، يبقى ده بيلف مرتين وده بيلف مرتين، يطلع في كل مرة 1 جزيء اي تي بي، يبقى الإجمالي 4 جزيئات من الاي تي بي. في 21 بيقول لك فسر. يلعب الليمف دورا غير مباشرا في تجلط الدم. طبعا ايه القصة هنا؟ القصة طبعا ان الليمف عنده فيتامين كي، وفيتامين كي ده كان بيساعد لك الكبد عشان يكون البروثرومبين، فطبعا البروثرومبين بعد ما يتنشط ويتحول لثرومبين نشط يقوم محول لك الفبرينوجين الى فبرين، والفبرين ده يتوصف في موضع الجرح فيعمل لك التجلط بقى. يبقى هقول له ايه مثلا هنا؟ هقول له لان، نجيب لك بس القلم، لان الليمف به فيتامين كي بيعمل ايه بقى؟ الذي يساعد الكبد على افراز البروثرومبين. ممكن تكتفي لحد هنا وممكن تكمل زي ما اتفقنا وتوصل لحد الفبرين اللي بيتوصف في موضع الجرح. 22 بيقول لك الشكل المقابل يوضح نشاط انزيمين يؤثران على نفس المادة الغذائية. استنتج اسم كل من الانزيم 1 و2. ايه ده؟ ده بيأثر في وسط قاعدي وفي وسط حامضي. المادة الوحيدة اللي كان بيتأثر عليها في وسط حامضي وقاعدي كانت البروتين، لما كانت بتتهضم في المعدة في وسط حامضي بواسطة البيبسين، وفي الأمعاء في وسط قاعدي بواسطة التريبسين. عايز مني ايه يا عم؟ أنا عايز منك الإنزيمين 1 و2 بس. الإنزيم 1 اللي بالأزرق ده أهو، ده اللي في الوسط القاعدي، يبقى الإنزيم 1 ده اللي في الوسط القاعدي التريبسين. أما الإنزيم 2 اللي في الوسط الحامضي ده هيبقى البيبسين لأنه شغال في المعدة، يبقى البيبسين. 23 بيقول لك ماذا يحدث في حالة توقف تنفس أنسجة الجذر؟ ما هي أنسجة الجذر دي كانت بتتنفس عشان تعمل أكسدة، ولما تعمل أكسدة تطلع طاقة، والطاقة دي كانت بتستخدمها الجذر تحديدا طبعا في عملياتها الحيوية عموما، بس تحديدا اللي احنا عايزين نذكره عملية النقل النشط. طب توقفت يبقى مفيش طاقة، يبقى مفيش نقل نشط، يبقى هقول له ايه بقى؟ ماذا يحدث في حالة توقف تنفس أنسجة الجذر؟ عدم القدرة على إنتاج الطاقة. لازمة لإيه يا عم؟ قال لك اللازمة للقيام بعملية النقل النشط. 24 بيقول لك يقتصر دور الإنزيمات على هضم المواد الغذائية فقط. ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ طبعا ده غلط، لأن الإنزيمات مش بس بتهضم، ما أنت عندك إنزيمات زي إنزيمات التنفس دي بتسرع لك التفاعل كمان، يبقى مش كل الإنزيمات هاضمة. يبقى هقول له هنا غير صحيحة. ليه يا عم؟ لأن هناك إنزيمات غير هاضمة. زي ايه كده؟ مثل
انزيمات التنفس. يبقى زي انزيمات التنفس كده، انزيمات التنفس دي مش هاضمه، هي بس بتزود لك سرعه التفاعل بتاع عمليه التنفس عشان عمليه التنفس تتم بسرعه وما تاخدش وقت. وده كده بالنسبه لاخر سؤال عندنا. اتمنى من ربنا اكون فدتك ولو بفكرتين جداد ولا حاجه يفيدوك باذن الله في الامتحان، ونشوفكم بقى على خير في فيديو جديد باذن الله. ونغير عشان ما تزعلوش، مش هنقول اخر الكلام هو السلام، نقوم قايلين لك بس يا عم السلام عليكم.